الانشغال نعمة، والوقت المليان نعمة، وجود أهداف يومية تشتغل عليها نعمة، وترتيب المهام نعمة، وإنك مضغوط ومش فاضي وبتحاول ترتب يومك علشان تخلص اللي وراك نعمة، إنك تبقى تعبان من شغلك نعمة، لأن الفراغ هو أكبر نقمة بيواجهها الإنسان في حياته. تعرفوا إن الشخص الفاضي أكتر عرضة للاكتئاب بنسبة 70%. اشغلوا نفسكوا بحاجات مفيدة، ولو مش لاقيين حاجة مفيدة تعملوها اقروا، لو متحبوش تقروا علموا حد بتحبوه أو حتى مش بتحبوه صنعة تنفعه في الدنيا أو الآخرة. ربنا يوفقكم.